طبعا طبق الحلو ده شيء أساسي في رمضان، وبنعمل حلويات بأشكالها وبأنواعها. بس لما يكون الحلو اقتصادي ما بياخدش وقت، بنحضره في 10 دقايق بالظبط بيكون جاهز ومش مكلف كمان. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش المحشي بالمكسرات زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ازاي لونه حلو ومقرمش؟ تعالوا مع بعض نشوف عملناه ازاي. اول حاجة هبدأ في الحشوة بتاعتنا، هضيف كده تقريبا كوباية من الزبيب، وهضيف عليهم كوباية من السوداني المطحون، مش مطحون قوي يعني، طحناه بسيط كده في الكبة. وهضيف عليهم نص كوباية من جوز الهند. وطبعا نقدر نستخدم اي نوع من مكسرات بنحبه، مش لازم الحشوة دي، ممكن نستعمل لوز، بندق، فستق، اي نوع بتحبوه. هقلب الكلام ده كله كويس. وطبعا اي نوع مش بتحبوه في الحشوة دي ممكن نستغنى عنه عادي. وهضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، والسكر ده هو اللي بيساعد ان الحشوة تمسك معايا في الجلاش ما تفرفتش. وممكن نضيف بدالهم معلقتين كبار من العسل. وهقلب كل ده مع بعضه. وهنبدأ معانا في اول حشوة النهاردة. معايا لفة من الجلاش، هبتدي كده افردها واشيل الطبقات كده عن بعض، وهستعمل اول طبقة هي عبارة عن ورقة واحدة بس من الجلاش. هبتدي افرد فيها كده المكسرات بتاعتنا والفها عادي خالص كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا صينية مدهونة بسمنة او بزيت، يعني اي مادة دهنية، وهبتدي ارص فيها كده الجلاش. يعني هعمل اول شكل ده، هبتدي ارصه كده، هعمل كذا واحدة وارصها كده. وبعدين هنبدأ معانا في تاني شكل. معايا برضو ورقة كده من الجلاش، هقسمها كده من النص، يعني الورقة هعملها معايا 2. وهنستعمل اول جزء كده من الورقة، وهرش عليها شوية كده من المكسرات بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين. هفرد مكسرات بسيط كده عليها، وهبتدي اكشكشها كده بالراحة عشان الورقة ما تقطعش معانا. هلمها كده على بعضها بالمكسرات واقفلها بالشكل ده، بسيطة خالص وبيكون شكلها حلو قوي. هنعمل الجزء التاني زي ما انتوا شايفين كده. هجيب النص بتاع الجلاش وهفرد عليه كده المكسرات، وهبتدي اكشكشها بالراحة خالص كده. وهقفل الجناب كده على بعض، وهقفلها كده على بعضها على المكسرات، وبقيت معانا بالشكل ده. هرصها برضو كده في الصينية، ونعمل معانا تالت شكل. هجيب الورقة كده وهقسمها لأربع أجزاء، يعني الورقة معايا هعملها 4 أجزاء كده زي ما انتوا شايفين. وهاخد الورقة جزء جزء، يعني هاخد كل جزء لوحده. أول جزء كده هاخده هفرده، وهضيف عليه مسحة بسيطة كده من السمنة، أو رشة بسيطة كده من السمنة، بسيط كده خالص، وممكن نعملها بالفرشة. وهضيف عليها ورقة تانية من الجلاش، يعني هعملها طبقتين كده زي ما انتوا شايفين. هضيف عليها ورقة تانية من الجلاش، ولو اتقطعت معاكي مش مشكلة، كل ده هيتلف ومش هيبان. هنظبطهم بس كده على بعض. وهضيف عليهم معلقة من المكسرات، وهبتدي اقفلها كده على المكسرات يعني على شكل مثلث كده زي ما انتوا شايفين. بنلفها بالطريقة دي، بتبقى معانا بالشكل ده، شكل مثلث. ممكن نحشيها طبعا كاستر، بتكون جميلة قوي، او نحشيها كريمة، اي حشوة تحبوها بتكون حلوة قوي في الشكل ده. هنا اللي عملناهم كده صوابع بالطول كده، هبتدي اقطعهم لصوابع صغيرة، اي حجم انتوا تحبوه طبعا. هقطعها بالشكل ده وهدخلها، وبعدين هدهنها سمنة دهنة بسيطة كده من على الوش. وهنا انا ما خليتش السمنة تسيح قوي، لان عايزة الجلاش يشرب معايا كويس قوي من السمنة.
برضو ما ياخدش كمية سمنة كبيرة، يعني يدوب كده هدهنها بسيط كده بالسمنة. وكده بقت جاهزة معايا، هدخلها الفرن على الرف الوسط. هتاخد معايا تقريبا تلت ساعة او نص ساعة على حسب الفرن عندك. وهطلعها معانا، هتبقى معانا بالشكل ده لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي ده. وبعدين هبتدي اسقيها بالشربات وهي سخنة، والشربات معايا بارد ويكون بارد وتقيل. اسقيها كويس قوي بالشربات، ولازم الشربات يكون تقيل معايا بالشكل ده عشان الجلاش يفضل معايا مقرمش. لو الجلاش خفيف هيطلع الجلاش معاكي طري. شايفين مقرمش ازاي؟ والحشوة ماسكة نفسها ما بتطلعش من الجلاش. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. طبعا لايك للبيج ولايك انستجرام. واشوفكم في فيديو جديد.